ازاي نستعلم عن رقمنا بتاع خطنا بتاع فودافون بتاعنا بكل سهولة وبكل بساطة بدون اي ادنى مشكلة تماما؟ تابع معايا الشرح. كل اللي علينا هنمسك موبايلنا مع بعض، بعد كده هنروح على الهاتف، الشاشة الهاتف، هنخش عليه بالشكل ده الهاتف، وبعد ما احنا دخلنا على الهاتف زي ما انتم شايفين حضراتكم كده هنكتب الكود ده مع بعض علشان خاطر نقدر من خلاله نعرف رقمنا بتاع خطنا بتاع فودافون كام. الكود هو نجمة 7 العلامة النجمية 8 9 8 7 8 8 شباك 9 0 5 علامة نجمية 878. الكود هو نجمة 878. بعد ما احنا كتبنا الكود وخلصناه هنروح دايسين اتصال، زر اتصال تم محو النص إجراء مكالمات إجراء. وبعد كده هنروح جايبين الشريحة بتاعتنا اللي بتاع فودافون، احنا مخانيه على 2 هندوس عليه بالشكل ده. هاتف زر اتصال جار تشغيل رمز USSD MSISDN is 2 مليار و98 مليون و848,779. بمجرد ما احنا كتبنا الكود مع بعض وخلصناه ورحنا دايسين اتصال ورحنا جايبين الشريحة بتاعتنا اللي بتاع فودافون ودايسين عليها، راح جايب لنا قدامنا الرقم الخاص الشخصي بتاعنا بتاع فودافون بتاعنا على الشاشة، وراح ظاهره لنا قدامنا على الشاشة مباشرة. يعني انتوا بمجرد ما انتوا بتكتبوا الكود ده على موبايلكم وبتدوسوا اتصال وبتروحوا جايبين الشريحة بتاع فودافون بتاعتكم بتدوسوا عليها، الرقم الخاص الشخصي بتاع خطكم بتاع فودافون بتاعكم بيظهر قدامكم على الشاشة بتاعت موبايلكم مباشرة الآن. يعني الكود ده حلو جدا علشان خاطر لو انتم مش حافظين رقمكم وحد طلب منكم الرقم بتاعكم، بدل ما تقولوا له استنى هنطلع الرقم او مثلا احنا مش حافظينه او تقولوا له اي حاجة من الكلام دوت، لا انتوا اكتبوا الكود ده هتقدروا من خلال الكود دوت الرقم بتاعكم هيظهر قدامكم على الشاشة، وتقدروا تدوا الرقم بتاعكم للشخص اللي هو عايز الرقم بتاعكم بكل سهولة بكل بساطة بدون اي ادنى مشكلة تماما. واكيد يعني الموضوع سهل جدا واكيد الموضوع مفيش اسهل منه خالص. طيب بعد كده احنا هندوس موافق، وبمجرد ما احنا بندوس موافق الرقم الخاص بتاع خطنا بتاع فودافون بتاعنا بيتخفي تماما من على الشاشة عشان تكونوا عارفين. توصية وافق زر هندوس عليها. الهاتف. طيب زي ما انتوا كنتوا عارفين من شويه الرقم بتاعي كان ظاهر قدامكم على الشاشه، واكيد اخواتي المبصرين قروه، واكيد اخواتي المكفوفين برضو سمعوه بالناطق، واكيد اخواتي المبصرين والمكفوفين شافوه قدامهم على الموبايل بتاعهم وعلى الشاشه بتاعه موبايلهم، واكيد برضو الناس اللي عندها قوارئ شاشه اكيد سمعت الرقم بتاعي بالناطق بتاعهم. برضو هقوله لكم تاني الرقم علشان خاطر الناس اللي مش بتعرف تقرا والناس اللي مش بتعرف تسمع النطق كويس، هقول لكم انا بنفسي اهو علشان خاطر اللي عايز يكتب ورايا يكتبوا. الرقم بتاعي هو 010 988 48779. لحد هنا نكون وصلنا الى نهايه هذا الفيديو بتاعنا. اتمنى الفيديو يكون مفيد لحضراتكم، واتمنى المعلومه اللي انا شرحتها تكون فادتكم، واتمنى لكم دايما الافاده والتوفيق والنجاح في حياتكم. ولو اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار او اي مشكله مواجهاه من الفيديو بتاعنا او من فيديوهاتنا عامه او من عالم التكنولوجيا عامه، يقدر يكتب لي سؤاله او استفساره او مشكلته اللي مواجهاه من الفيديو بتاعنا او من فيديوهاتنا عامه او من عالم التكنولوجيا عامه في التعليقات، وانا ان شاء الله باذن الله بنشيئه الله تعالى هشوف كل تعليقاتكم وهرد لكم عليه باذن الله. وفي اخر الفيديو احب اقول لكم صلوا على النبي. الرجوع الشاشة الرئيسية إيقاف talk back تشغيل lost signal please AC عرض الويب تسجيل